مرحبا شباب، مرحبا صبايا. زي ما وعدناكم يعني اغلب الحلقات هلا اللي حنعملها قبل البطوله ان شاء الله او قبل سفرنا حتكون تمارين احنا بنلعبها. طبعا في ناس بتقول لك هدول بيلعبوا تمارين سوبر كلاس او جايين من الفضاء او انه بخبوا على الناس. لا صدقوني، بنلعب تمارين تقليديه عاديه جدا، لا هي شو ولا هي تاعت اليوتيوب. الشباب الجيل الجديد اللي بدور لي عليها اللي بتبديش عضل اصلا. احنا نلعب تمارين تقليديه او تمرين اللي نحن بيكون عندنا نقص في عضله معينه في زاويه معينه بنلعبها. اما انا اعطيني هذا الشكل التمرين هذا عاجبني، هذا بحبوش، هذا ما بينفعش. احنا المهم انه نحن ايش بنستفيد منه، او جسمي حيستفيد او عضلتي، مش شو. اليوم حنلعب صدر، تمرين صدر. انا من انصار العضله الواحده. حنلعب صدر من 6-7 تمارين حسب يعني قدرتي. طبعا اوزان مش يعني هحاول تكون عاليه شوي لانه انا بديت اتعب من الدايت. انت عارفين تقريبا ضايل شهر البطوله او شهر 10 ايام. طبعا انا من انصار الصدر العالي دائما، لان اغلب الشباب دائما عند الصدر العالي بيكون اضعف من الصدر العادي، فانا بحاول انه اهتم فيه اكثر. حنلعب دمبل عالي على الكرسي زي ما انتم شايفين. اول جوله كانت احماء. طبعا هلا حنبدا حنلعب على 4 جولات، احاول اجيب فيهم 12 15 10 اللي بقدر عليه. You got more money than who? Christian Dior on my boo. Dior. Real niggas gon' salute. Salute. Drippin' in, I got the juice. Drip. Molly with the Henny boost. You looking at the biggest group. I'm looking at the biggest boobs. Looking at the biggest diamonds that I put up in my mama's hula hoops. You niggas really out of style now. Bitches really need to bow down. Migo gang is a cash cow. Lay on the track and the bags out. طبعا التريك كان في الدمبل العالي زي ما لعبت، انه اغلب الشباب بتلاقيه بيلعب وبرجع ايده واكتافه لورا زي هيك، وهذا ممكن تعمل له اصابه. لا، حاول خلي الدمبل زي شوي مايله عشان لما تنزل على المدى الحركه تبع ايدك وكتفك مع صدرك، ما تكونش معارض وتعمل مقاومه على الاوتار ويصير معك اي اصابه. هذا اغلب الاصابات بتيجي للكتف. 99.9 من اصابات الكتف من تمارين الصدر مش من تمارين الكتاف. فعشان هيك ننتبه انه نحاول ما نخليش دائما ايدينا لورا ونكسر عظامنا واضلاعنا واوتارنا. لا، خلي شويه بزاويه يعني هادي، ما تكونش مستقيم على الاخر. لا، تيجي شوي هيك ومع شويه ميله مع الدمبل عشان لما تنزل تاخذ المدى الحركي الصحيح من غير ما تاذي حالك. خليك معنا. طبعا بعد ما خلصنا التمرين الاول 4 جولات حنلعب هلا على جهاز الهامر العالي، برضه عالي بس حنلعبه. هذا هو يعني ايش بدي احكي لكم، هاي هي الزوايا اللي بنحكي لكم عنها احنا ممكن نهتم فيها. حلعبها ايد وانا موارب جسمي على جنب عشان اعبي المنطقه اللي ما بين الكتف والصدر العالي، على اساس انه اقدر يعني اكبر حجمه شوي، لانه احيانا الصدر العالي او البار او الضمه ممكن ما يوصلهاش. يعني هذه الزاويه بالذات هذه، انا بحكيش على المنطقه هذه، انا بحكي على المنطقه هذه نحاول نعبيها يعني. خليكم معي نشوف كيف حنلعبها. Did I find that right of a purpose? I don't know, sometimes I'm nervous. I don't know, but I scratch that surface in my head, that's in my mind, cause I figure deep at night. Yeah, sometimes I wanna run, and sometimes I wanna fight. So many times I've tried, times I failed, that's okay, I still just go. Man, I'm not just giving up, it's what I tell myself I know. Got that stuff up in my chest, yes I gotta go. Blow all my numbers to the roof. This is really how it goes, but sometimes. زي ما شفتوا كيف لعبنا اول جولة، كيف التكنيك تبع. اهم شيء انه هذا بدوش اوزان عالية جدا، انه انا ممكن يصير يعني عشان انت عارف ممكن ارجع لورا مع الاربطه مع هذا يصير عندي مثلا تمزق لا قدر الله. لا، حاول العب تكنيك تقدر تشيل فيه وزن، تتحكم فيه وتحس في العضله. لانه انا مستهدف عضله جزء من العضله اللي بدي اياه، مش عضله كامله بدي اياها اوزان عاليه. بعد ما خلصنا التمرين الثاني حنروح على اهم تمرين، سواء اكتاف، تراي، صدر. انا بعتبره هذا 3 في 1. التركايه الصغيره اللي فيه انه لما اجي العب صدر بحاول اميل جسمي لقدام عشان احمل على عضله الصدر اكثر. لو بدي العب كتاف او تراي بحاول اكون زاويه 90 مستقيمه، يعني زي هيك. لو انا بدي العب اللي متعارف عليه كتاف او تراي بكون عدل في الطريقه هذه زي هيك. اما لو بدي العب صدر احاول انه انا اميل جسمي لقدام شوي عشان احمل على الصدر اكثر. طبعا هذا التمرين
انا واحد من الناس بستهدفه اكثر شيء. طبعا هو بيجيب العضله السفليه من تحت، واي ترهلات، اي عضله ضعيفه مش مبينه خاصه السفليه او اللفه، هذا التمرين هو حلها يعني. بعدين بيجي الديكلاين او بالبار نايم او بالدمبل. المهم هذا خليه عندك تمرين اساسي في الثلاث عضلات اللي حكيت لك اياهم، خاصه في التراي وفي الصدر. بعد ما خلصنا التمرين الثالث، طبعا اللي لعبناه نحن المتوازي بيستخدم العضله السفليه من الصدر. هنلعب كمان بالكيبل كروس، هنلعب انكلاين لتحت، بس انا بلعب السوبر سيت، بلعبه نظام ضخ ونظام تجميع. شوفوا كيف هنلعب. Smoking magic and casting, you need a verse to go costume. Unless you part of the family, I'm about to turn to a monster. Man, who done woke up the dragon? I hit the blunt and I'm lagging, I'm so reactive. Imagine what? Imagine greatness. Imagine greatness. Imagine what? All the greatest. طبعا يعني شفت انت اول جوله كيف لعبناها. من اكثر الاخطاء اللي بتصير فيها انه في ناس اول شيء بتعمل لك زي الرفرفه، زي كانه بطير يعني، زي الحمام يعني، بتلاقيه بيعمل لي زي هيك وبيعمل لي زي هيك. فيش شيء فيه هيك. لما انا اجي اطلع لازم اطلع بزاويه مع ثانيه كوع، عشان لما انزل اضغط على العضله، مش انا احمل على السواعد وانزل لتحت وصدري يكون فاضي. هذه اول غلطه. ثاني غلطه اللي بيعملوها، بتلاقيه مثلا كيف بيعمل لك، بدل ما انا اجمع التجميع لتحت بتلاقيه بيعمل لك زي هيك. هذه من الاخطاء اللي بتصير كمان. في فرق بين انا العب هيك، وفي فرق بين ما العب هيك، وفي فرق بين ما انا العب هيك. في عندي كذا حركه، انا الحركه اللي بدي اياها هي اللي بدي اركز عليها، اللي هي الحركه السفليه اللي تحت، اللي هي التجميع. بلعب لتحت هيك، بخلص صدري طالع لبرا، برجع شوي لورا وصدري لبرا طالع، بعمل زي هيك وبعد بجمع زي هيك. بلعبش كتاف انا. تمام؟ Imagine greatness. Imagine greatness. All the greatest. Got you out of my head, now I'm out of my mind. Imagine greatness. Imagine greatness. Got you out of my head, now I'm out of my mind. I knew you were gonna come to me, and here you are. But you better choose carefully, 'cause زي ما انتم شفتوا بيجي بيقول لك كابتن انت ليش بتلعبني عضله واحده؟ يعني نحن خلينا نحكي نكون صراحه، يعني صريح جدا. انا يعني اكلي، شربي، مكملاتي، هرموني، وبتعب في التمرين. صح، ممكن تكون اوزاني عاليه، بلعب تركيز، بلعب عدات اكثر، بلعب جولات اكثر، لكن انا بعطي العضله يعني من حقها والزياده زي ما بيحكوا. يعني ما بينفعش انا اروح مثلا انا اكون هذا انا اللي انا يعني ماشي على 6-7 وجبات ونوم واكل ودايت وكارديو وماشي على نظام يعني على المسطره زي ما بيحكوا. تيجي انت يا ابو وجبتين ونص فلافل وفول وشيبس واندومي، تيجي تقول لي يا كابتن لعب لي عضلتين، كذا تبني حالك. بيجي بالاخر بقول لك انا ما بيطلع ليش عضل، مش مستفيد. طبعا مش حتستفيد، انت بتحرق حالك قاعد. انت كل صح اول شيء، ونام صح وريح صح، والعب عضله اعطيه حقها 100%. العب لك من 5-6 تمارين ب4 جولات ب15 عده، وشوف انت كيف، وحسن اوزانك. مش تيجي تلعب لي 5-7 كيلو ونص تيجي تقول لي انا خلصت. هي العضله لسه ما صحيتش لما انت تلعب لي ب5 كيلو 7 كيلو. حاول تطور من نفسك، حاول تستعجلش. هذه اللعبه بدها صبر وبدها مثابره. لو هي الحكايه بالاوزان وبالشو وكثره التمارين كان كل الدنيا كانت ابطال. خليكم معنا نشوف كم التمرينه. طيب بعد ما خلص على الكيبل ضخ وتجميع سفلي، نحاول الموضوع الزوايا اللي بحكي لكم اياه، او مثلا يعني اركز على شيء معين. هلعب اللي هو بالدمبل ضخ، يعني احاول اجيب المنطقه هذه اللي في النص اجمع، يعني احاول اقربهم من بعض. هذه بدها طبعا تركيز وبدها يعني اوزان عاليه. هاي التمارين الزياده اللي نحن ممكن ندخلها في التمارين التقليديه تبعتنا، انه انا بحاول اجيب شكل العضله بعد ما انا اطلع العضله، مش ابدا من اول بداياتي انه انا بدي اعمل تشكيل العضله وهي العضله اصلا مش موجوده. بس هي الخلاف بينه وبين اللاعب المبتدئ اللي مستعجل بيلعب كل التمرين اللي بتعجبه يعني. بس
just working, man, now I just said it. Now I just gotta show my perspective. Chill. طبعا التمرين اللي لعبناه انا ونايم اللي هو الضخ بالدمبل الاثنتين مع بعض، بدي افرجيكم اياه انا، يعني اعتبر حالي انه انا قاعد، يعني بديش الحركه هذه اللي بيجي الشباب بتلاقيني بلعب لي اياها زي هيك، او بيجي عند معدته بيطلع لي زي هيك. لا، انا لا بسكر ايدي على الاخر ولا بفتحها على الاخر، انا على انسيابه ايدي مع كتفي مع كوعي بنزل روس الدمبل من فوق، بحاول اجيبه على الصدر العالي، ولما اجي العب بضخ لفوق، بجيش لقدام زي هيك لتحت، لا زي ما علمكم لفوق وبطلع. هاي التركية الوحيدة، لأنه أغلب الشباب المضيق أول بيجي بيعمل لي زي هيك إيديه، وهذا طبعا غلط. طبعا تمرين الفراش المعروف عندنا نحن بدنا نلعب نحن تنتين مع بعض، هذا أغلب أنا بلعبه في أيام البلك الضخامة بأوزان عالية، بجمع قد ما بقدر عشان إنه أكبر العضلة وتجميعها. لكن إيش الفرق إنه أنا مثلا ألعبه إيد، أنا بحاول أبين الألياف العضلية الموجودة، خاصة اللي في النص على الجانب هذا أو على الجانب هذا، بحاول أجمعها على بعض. فبحاول بالحركه هذه انه انا اقدر اقصى مدى تبع العضله، اول انه اجي الفها على الجهه هذه. طبعا هذه يعني تمارين زوايا زي ما بيحكوها، او انه اذا في عندك ضعف فيها او انه مش ظاهره بحاول انه انا اظهرها قدر المستطاع. لكن في الاول في الاساس لازم يكون في العضله تكون موجوده، مش انا العبها وهي مش موجوده. بس هذا هو. Ain't my time to lose, ain't my time to lose, ho. Ain't my time to lose, don't act like you knew, ho. You stressed out all day, you at the best now. Okay, money get stressed out. No games, you think you next up. No way, I'm Hannibal Lecter. No cage, my job is special. Both lanes, into my ex go. Both ways, back on schedule. Too late, I ain't taking no L's like a Magomedov. Get in my way and I'm taking his head off. Don't think I'm finished cause I never settle. I've been through the ringer, I don't need to tell you I'm hot. I'm making it clear, I'm more than they not. Shouldn't compare, I like what they got. They goes hand when I get in the spot. So هيك خلصنا تمرين الصدر اللي انا بلعبه، يعني اهتميت في المواضع اللي انا بدي اياها، او نقاط ضعف، او انه بدي ازيد من شيء معين، من شكل معين. طبعا في ناس حتقول لك ما لعبش بار عالي، بار فلات، مش دمبل، مش عارف ايش مستوي. زي ما حكيت لك احنا بنحضر لبطوله، ضايل البطوله تقريبا شهر 10 ايام، فانا بدور ايش في عندي نقص، او ممكن ازيد شيء معين او شكليه معينه للعضله. فمش لازم انه انا يعني لازم العب كل التمرين، في مليون تمرين للصدر جسمك مش حيقدر يتخلصهم، بالعكس بدل ما يصير بناء حيصير هدم. فعشان هيك انت شوف ايش اللي بيناسبك، او انت تتبع مع الكابتن اللي بتلعب معاه. انا كابتن قال لي مثلا 1 2 3، بمشي على تعليمات 1 2 3، هو ادرى، هو اعلم اكثر مني. دائما اللي كابتنك هو المرآة اللي انت بتشوف حالك فيها. المفروض اني العب شباح كنت يعني او كت او شيء، بس الكابتن طلب مني العب بصوف، نحن طبعا صيف وشوب، بس عشان نحاول انه اقدر اعرق وانزل اكبر كميه من الميه تحت الجلد، مش انه بخسس تروح تلبس لي كيس نايلون وكيس زباله وكيس مش عارف ايش. لا، الحكايه هذه ايام 6 و6 خلصناها. كل الهدف انه انا بلبس هلا تقيل، انه انا احاول اعرق واطلع الميه الزياده اللي تحت الجلد، على اساس انه لما اجي اتقرب مع البطوله ما تعبش، ما اضطرش انه اخذ كميه مضرات بول. انت عارفين مضرات البول في كمال اجسام اكثر حاجتين اثنين خطر علينا، الانسولين ومضر البول، مش الهرمونات زي الناس تفكر. اكبر شيء انا بحكي لك اياه وما حدش يحكي لك اياها، الانسولين ومضرات البول. حشلح ونشوف نحن لوين تقريبا نحن وصلنا. I'm a party starter, you might have a good time, but we party harder. So tell the DJ to play my song, and we could dance all night to the early morning. I'm a party starter. طبعا بعد ما خلصنا تمرين الصدر وعرضنا اهم شيء هلا طبعا اللي هو الحياه الموت، اللي هو الكارديو. الكارديو شيء اساسي يا شباب، سواء ضخامه، نشافه، صحه، قلب، سعرات، اي شيء بدك اياه في الحياه، الكارديو هذا هو الكارديو. يعني مصطلح الكارديو عندنا في بعض كمال الاجسام اللي هو المشايه، الشايه العاديه، الاوبن تراك، البسكليتات، هذا هو الكارديو. تمشي على البحر،
المهم انك تعمل مجهود. المعدل تبعه بيبدا من فيش شيء اسمه كارديو اقل من 20 دقيقه، يا دوب الجسم لسه بده يحمى ويدخل في عمليه حرق مرحله اولى، مرحله ثانيه، ومرحله ثالثه. فالبدايه بتكون من 20 دقيقه لعند ساعه. بعد الساعه عاد لها امور ثانيه، يعني لازم تكون تاخذ اشياء تحمي عضلاتك، ما يصيرش عندك هدم. فهذه اشياء ثانيه يكون مدرب يعني بيعرف كيف يعطيها للاعب تبعه. المهم نحن هلا انا عندي تقريبا 45 دقيقه على المشاية الكهربائيه هذه، بعدين عندي ربع ساعه على البسكليت، هذا بعد التمرين. الصبح نفس الشيء 45 دقيقه و15 دقيقه على البسكليت. عشان تعرفوا بس قديش نحن بنعاني وبنتعب. تحضير البطولات غير انك تلعب كشخص عادي. طبعا انا بحكي معك الى اكثر من شهرين، يمكن اكثر من شهرين، شهرين ونص زيرو كارب. فانت جسمك يتحمل انك فيش عندك طاقه، فيش عندك باور، تلعب كل هالتمرين، تلعب كارديو صبح ليل، تروح على البحر تتشمس، يعني كل هذا مجهود مع شغلك طبعا في النادي كمدرب. فهذا كله يعني ما يجيش واحد نصكم يجي يقول لي كابتن قديش اصير زيك، انا بس بدي اعمل 6 باك. لا حتصير زيي ولا حتعمل 6 باك اذا انت منطقك في هذا مفكر الحكايه بيوم وليله. انا ما بقللش من اي قيمه حدا، افهم ايش بحكي. الحمد لله لا عندي كبرياء ولا عندي غرور، اسالوا عني بتعرفوني. انا بحكي ان نحن واقع عايشينه، تجيش تحكي انا بديش اصير زيك. لما يصير عندك التزام زيي، تتعب، تنحط الصخر، تحس بتعبك، المك، اوجاعك، مصروفك، تحرم حالك، تحرم اللي حواليك، تبعد عن الناس كثير، تحرم من طلعات، تحرم من سهرات، من كل شيء بنفسك. ساعتها بقول لك ممكن يصير زيي. هذا هو الفرق بيننا كلاعبين بطولات وبين لاعب عادي. اتمنى انه الحلقه تكون عجبتكم، استفدتوا منها المعلومات، خاصه تمرين الصدر. حلعب التمرين الجاي يعني حنلعب اجرين وحنلعب ظهر حغير، يعني حنلعب كمان مره الاسبوع الجاي صدر. حلعب تمارين ثانيه عشان هدفي منها، انا بحبش اغير التمرين بس حغير. هدفي منها انه نحن نبين اخطاء الشباب اللي بتلعبها، منها انا وبلعب، ومنها بفرجيكم وين الصح ووين الغلط. سلام.